السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا علشان قدوم أجواء الشتاء اللي احنا داخلين عليها دي والدنيا بقت ساقعة، قررت ان انا اعمل عدس. انا عملته معاكم قبل كده هنا في القناة، ولكن يمكن انا مش عاملاه كفيديو تعليمي على قد ما انا عاملاه ان انا يعني حبيت ان انا اشارك معاكم النهارده كنت بعمل ايه وكده. خصوصا اني هعمله بتركاية جديدة، هي نفس الطرق القديمة ولكن دي بتكون أسرع في التسوية. أنا عملتها قبل كده ولقيت إنه الطعم بالعكس بيطلع كأن فيه طعم شوي كده. زي ما انتم شايفين مكونات، هي دي التركية. يعني أنا قررت إن أنا أحطها في الخلاط بدل ما أنا أحطها سليمة في الحلة زي ما كنت بعمل الأول، لانه اكتشفت انه لما بتبقى في الحلة كل مكونات حتى لو متقطعة بالسكينة صغير برضو بتاخد يعني فترة طويلة في التسوية. العدس كمان كنت انا غسلته وسبته منقوع لحد لما فشر زي ما انتوا شايفين كده. آه ف هنضرب المكونات دي كلها مع بعض دلوقتي علشان خاطر نشوف هنعمل ايه بعد كده. اهو خلاص ضربناها وده بقى شكلها بالظبط، بقت عاملة كأنها عصير. طبعا كان الجزر والبصل والحاجات دي بياخدوا تسوية جامدة، بس مع الطريقة دي هيبقى أسرع. هنحط دلوقتي العدس في الحلة، وبعدين دي بطاطساية أنا عاملاها علشان يعني يبقى العدس أتقل، بحب أحطها، وكمان علشان تبقى الأكلة فيها كل العناصر الغذائية سواء كان نشويات فيتامينات، كل الكلام ده يعني اللي انتوا عارفينه يعني. طبعا مش قادرة اقول لكم ان الاكلة دي فيها كمية فوايد رهيبة. بحب قوي انه يعني او بنصحكم ان انتوا لو عندكم اطفال في البيت تعملها لهم دايما، لان هي بتعلي من مناعة الاطفال في فصل الشتاء. حتى يعني هي بتتقدم بكذا طريقة، ممكن في ناس بتقدمها كشوربة جنب اكل تاني، في ناس بتعملها وجبة رئيسية. المهم دي مكونات اللي هي التوابل. انا طبعا المكون الرئيسي اللي انا هتكلم عنه الكركم، لانه برضو من الحاجات اللي بتعلي المناعة. حاطة كاري وتوم وقصدي كزبرة وكمون وفلفل وقلب مرقة علشان تعزيز الطعم. ممكن عادي ما نحطوش، لاني الخضار اللي احنا حطيناه اصلا هو اوريدي بيعزز الطعم كأنك حاطة مرقة خضار. بعدين زي ما انتم شايفين بنحط الخليط اللي احنا عملناه اللي هو كان توم وبصل وفلفل وطماطم وجزر واي حاجة انتوا عايزين تحطوها. على فكرة ممكن تحطوها تستخبى في النص. ما اعتقدش ان هي في وسط كل دوت بتغير الطعم يعني، ولكن في النهاية بتلاقوا ان في كمية فوايد رهيبة جدا في الوصفة دي. طبعا احنا حطينا مية سخنة مغلية يعني علشان خاطر ننجز انه الحلة تغلي بسرعة، لان زي ما انتم شايفين الكمية كبيرة ما شاء الله، فما تاخدش وقت على النار. احنا اتفقنا ان احنا عاملين الوصفة دي بالطريقة دي علشان نسرع عملية التسوية. هنا كانت خلاص استوت، وانا برضو ضربتها بالهاند بلندر علشان خاطر اخد القوام ده. شايفين يا جماعة؟ وده كان النهاية، أجمد طبق عدس في فصل الشتاء يخلي مناعتنا زي الحديد. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.